في يوم من الأيام راجل إدى فقير على الرصيف عملة معدنية. الفقير ما كانش مصدق لدرجة إنه كان هيقع العملة دي لوحدها ممكن تشتري قصر كبير. الراجل بعدها راح البنك علشان يحط فلوسه، لكن أول ما دخل فرد الأمن زعق له وقال له اطلع بره يا عم، شكلك مفلس. وقبل ما يطرده بالعافية وقعت عملتين من جيب الراجل على الأرض. فجأة كل اللي في البنك بقوا باصين عليه، الأمن كله جري عليه، والراجل اتوتر ورفع إيده، وساعتها كل الفلوس اللي في جيوبه وقعت على الأرض. مدير البنك وقف مبهور وقال أنا بقالي 30 سنة شغال هنا، عمري ما شفت عميل غني بالشكل ده. الحقيقة إن في العالم ده الأسعار انهارت لمليون مرة أقل من الطبيعي، بس فلوس الراجل دي كانت لسه محافظة على قيمتها الأصلية. بقى سعر المتر في الشقق ب3 سنتات بس. الراجل دخل مكتب عقارات مش مصدق وسأل عن سعر ناطحة سحاب. الموظف قاله $500 بس. الراجل طلع الكارت ودفع على طول، خلى الموظف واقف مش قادر ينطق. بعدها راح اشترى 10 عربيات رولز رويس ب$1000 بس. ساعتها بس الراجل فهم إن اللي بيحصله ده مش حلم. تاني يوم خد صاحبته على مطعم فخم، لكنها أول ما شافت المنيو قالت له إيه الأسعار الغالية دي؟ نمشي أحسن. وفي اللحظة دي مدير المطعم دخل وقال إن المكان ده ما بيخدمش غير مليونيرات اللي معاهم أكتر من $100، وتريق على الراجل وقاله يطلع بره. لكن أول ما الجرسون شاف حسابه البنكي دخل الراجل على أرقى أوضة في المطعم. ولما رجع البيت مجموعة جم يدوروا على أبوه علشان عليه دين. الراجل سألهم هو عليه كام؟ قالوا له $1 بس. الأب كان كل اللي عنده مش يسوى $. الراجل طلع من جيبه ورقة ب$. أول ما شافوها ما كانوش مصدقين وبقوا محترمين جدا في كلامهم.